البروتين. وحصل برضو في اول مره عشان ما اظلمهاش هي، بس ممكن تكون فروه الشعر عندي انا ضعيفه، فروه راسي انا نفسها ضعيفه ما بتستحملش، لان انا بطبيعتي يعني جسمي كله حساس ما بيتحملش اي حاجه خالص. فانا لما عملت البروتين عند الست دي اللي هي قبل ما اروح بيوتي سنتر في كوافير يعني كده، برضو شعري راسي كلها يعتبر قامت حبوب كلها كانها مجروحه بقى، وحبوب وقشره الم فظيع يعني، ربنا ما يكتبه على حد. رحت عملت في بيوتي سنتر، بيوتي سنتر نفس النظام، عملت في بيوتي سنتر النهارده تاني يوم راسي كلها قامت حبوب وجروح بقى والتهابات وحاجه بقى مش عايزه اقول لكم. عديت برضو فتره وما ركزتش ما دققتش في الموضوع، لان انا من الناس برضو اللي هو مش ما باخدش من اول مره حصل لي كذا يبقى عشان خاطر ده، لا عادي، ممكن اقول عادي اجرب مره، ممكن تكون جت صدفه معايا كده. رحت برضو بعد 6 شهور، طبعا كل اللي عامل بروتين عارف ان بعد 6 شهور بتعملي اعاده. رحت بعد 6 شهور بعمل الاعاده بتاع البروتين، شعري اتدمر برضو. انا عملت الاعاده وبصيت لقيت بقى بعديها التهابات، شعري بقى يقع. شعري ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كان حاجه ما شاء الله يعني، بس هو كان يعني في تمويجه شويه. وانا والله العظيم عمري في حياتي ما عملت، بس صاحبتي بقى الله يسامحها اكيد انت سامعه الفيديو شايفاه انا مش زعلانه منك والله مسامحاكي، هي قالت لي تعالي وانا هعمل لازم تعملي معايا والكلام ده كله. قلت لها يا بنتي انا متعوده على كده وما بعملش وكده. قالت لي لا لازم تعملي. المهم يعني هي مش في نيتها حاجه، بس هي قصدها ان هي عايزه نعمل زيها وكده. المهم فشعري اتدمر 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 اتدمر. شعري تبارك الرحمن كان حاجه تاني يعني، حتى كل اللي بيشوفوا اهلي وكده بيزعلوا جدا ان انا اساسا يعني شعري بقى كده. شعري حرفيا كان قد كده، حرفيا حرفيا انا بقول لكم ربنا شاهد شعري كان كده بس. فطبعا بدأت بقى بزيت سيسة وشامبو كيشكينج اللي هو ده، انا منزله لكم فيديو بيه تمام. بدأت بالاتنين دول، ونوع زيت تاني برضه هنزل لكم فيديو عليه. فاقسم بالله العظيم هو بيطول. مش عايزه اقول لكم ان مثلا انا مع تدمير شعري عشان شعري متدمر، فمش عايزه اقول لكم انك هتحطيه سحر بقى، هحطه النهارده بص الاقي شعري بقى قد كده بكره، لا مفيش الكلام ده، وكلنا عارفين مفيش الكلام ده. فانا مش هضحك عليكم واقول لكم الحقيقه، هو بيطول الشعر، بيتقل الشعر، بيديله لمعه جميله، وتحفه للشعر الاسود، تحفه للشعر الاسود. يعني اللي شعرها اسود طبعا عارفه كده، انا شعري مش اسود بس برضو جميل معايا وجاب نتيجه معايا. اللي شعرها اسود هي فاهمه الكلام ده. بيطول جدا جدا، استخدمته ليا واستخدمته لبنتي، شعرها ما شاء الله كان عندها برضو فراغات هنا، ده كله فاضي وكان ده كله فاضي وهي صغيره، فاستخدمته